للجنيات، ولكن في الاخر بتقدر ترجع لطريقها. ومشيرة بتروح للجنيات وبتقول لهم احنا كده شغلنا خلص والحاجة رايحة لأرض الشتاء. وتنة بتفضل مراقبة الطريق لحد ما بتعدي الجسر وبتروح لأرض الشتاء، وبيفضلوا ماشيين كتير لحد ما بيدخلوا جوا جبل وبيعدوا الناحية التانية اللي بيبقى موجود فيها مملكة الشتاء. وبيجي واحد من الجنيات وبيقول للبومة المبتدئة هتقدري تعمليها، لكن البومة بتخبط في الشجرة وبتوقع السلة اللي فيها تنة على باقي الجنيات. وتنة بتبص عليهم وهم بيعدلوا المكان، ولكن بتلاحظ ان كتاب الأجنحة مش معاها. بتبص على الأرض فبتلاقيه وبتحاول تتسحب علشان تاخده، ولكن وقتها بيجي الملك بتاع مملكة الشتاء، فبترجع تنة بسرعة لمكانها. والملك بيقول لهم هو ايه اللي حصل؟ فبيرد عليه واحد من الجنيات وبيقول له اصل البومة المبتدئة عملت هبوط عظيم. فالملك بيقول له طالما الحاجة وصلت بخير يبقى كده كله تمام. تنة بتشوفهم مشغولين فبتحاول تجيب الكتاب ولكن ما بتعرفش، فالكتاب بيتزحلق وبيروح تحت رجل الملك، فبيمسكه وبيقول اكيد في حد جابه هنا بالغلط، وبيديه للجنيات وبيقول لهم رجعوه للامين. وتنة بتسمع الاسم وبتعرف ان ده الشخص اللي هي بتدور عليه، فبتفضل ماشية ورا الجنيات لحد ما بتوصل لمكان الامين، وبتستنى لما بيمشوا وبتدخل المكتبة وبتستغرب جدا لما بتشوف كل الكتب عبارة عن تلج، لحد ما بتشوف الامين وجنبه الكتاب بتاعها. وبتدخل واحدة من الجنيات وبتنده على الامين، وبتسمعها تنة وهي بتقول ان في حاجة غريبة حصلت امبارح، كنت قريبة من الحدود ومرة واحدة جناحاتي نورت. وهي بتتكلم جناحات تنة بتنور، فتنة بتروح لهم وبتلاقي جناحات الجنية بتنور هي كمان، والاتنين بيقربوا من بعض وبيكونوا مستغربين جدا من اللي بيحصل. والامين بيستغرب وبيقول لهم انا عمري ما شفت حاجة زي دي قبل كده. اي نعم انا كتبت عن اللمعان بس انا عمري ما شفته، انتوا